النهارده بقى مشتريات بهاراتي اللي أنا ما باقدرش إن أنا أستغنى عنها، من غيرها فعلًا في أكلات كتير بتحتاج النوعيات دي من البهارات، فلازم، لازم، لازم تبقى عندي. لمّا باحس كده إن هي قرّبت تخلص، لازم بقى على طول إن أنا ألحق كده وأجيب، لإن جه في مرّة كده خلصت من عندي خالص، واللي هو إيه ده أنا مش عارفة أعمل اللي أنا عايزة أعمله. فمن وقتها وأنا لازم، لازم إن أنا أجيبهم. أول حاجة كده طبعًا معايا الفلفل الأسود. الفلفل الأسود جِبته، أنا قُلت له عايزة ب20 جنيه، فهو فعلًا ادّاني أهو ب20 هُم ما ياخدوش تقريبًا ال15 دي. سعر الكيلو منّه كام؟ سعر الكيلو ب180 جنيه، فهُم شوية حلوين يعني على اللي عندي، لإن أنا في بواقي كنت جايبة قبل كده ب30 برضه حصى. ف تكملة على اللي عندي. طبعًا هنعمل فيديو ترتيب الحاجات دي أكيد. طبعًا من الحاجات اللي هي خلصت فعلًا حرفيًا من عندي، ما بقاش في ولا نقطة، هي الكزبرة الناشفة. ده الكيلو منها عامل 90 جنيه، ودول شوية دول عاملين 6 جنيه و30 قرش. فهي كده حصى كده وحلوة وجميلة. وطبعًا أنقيها الأول قبل ما أطحنها. طبعًا برضه من الأساسيات الحلوة أوي برضه اللي لازم تبقى عندي طبعًا الكمون. كمون غالي جدًا، جدًا. بُص السعر ب270 جنيه. فالشوية الصغيرين دول أنا طبعًا جبتهم مطحون، لإن أنا ما باشوفش بصراحة إن أنا أنقي كمون يعني، بما إن بيبقى فيه كده هربلة كتير. ف قُلت لا يا بت هاتيه، هو أنتِ مستغنية عن نظرِك أكتر ما هو أصلًا مش موجود. فجبت ب10 جنيه مطحون. وعاوزة أقول لكم إن الكمون بتاع فتح الله أو بيت الجملة أو ك كارفور بيبقى بصراحة تحفة، ريحة كده وطعم جميل، جميل، جميل. فجبت الشوية دول على برضو اللي عندي تقريبا، أنا يا عندي يا ما عنديش، أنا مش متذكرة قوي. جبت برضو ده توم بودرة. ده الكيلو منه عامل 60 جنيه، وانا قلت له عايزه ب5 جنيه، بس ما شاء الله يعني الشويه ام 5 جنيه. حبه حلوين اهم تقريبا دول 90 جرام. فحبه كويسين يعني. جبت برضو بصل بودرة، لان برضو دايما بستخدمه. ده كان عامل 60 جنيه الكيلو، والشوية دول برضو كانوا ب5 جنيه، برضو زي ما انتوا شايفين برضو حبة حلوين برضو مش وحشين خالص. جبت برضو من اللي الحاجة برضو كنت محتاجاها قوي، مع ان فيها اراء كتير حواليها ان هي حرام وان هي القليل منها عادي. ف مش عارفة، بس انا خلصت من عندي خالص يعني. انا اصلا اللي خلصوا من عندي دول كنت جايباهم من وقت الجواز، حرفيا كانوا تلاتة من جوزة الطيب. فقلت لا يا بنت ايه هاتيلك واحدة كده، لان هي بصراحة بتدي طعم حلو للعصاج. انا تقريبا ما بستخدمهاش غير في المكرونه بالبشاميل فقط لا غير، في العصاج والبشاميل ذات نفسه. فجبت واحده كده، قلت له انا عايزه واحده. فهي كانت عامله يا نهار اسود ايه ده ب 700 جنيه. ب 700 جنيه الكيلو منها، يا لهوي. فجبت واحده ب5 جنيه اهي صغنونه كده، فاللي هي ايه هتنفع يعني. والله انا لسه شايفه 700 جنيه دول قدامكم حالا، اللي هو ايه ده. يلا ما علينا، احنا ما بنجيبش منها الا واحده بس. طبعا جبت مرقة الماجي، طبعا زي ما شكرت لكم فيها قبل كده. دي تحفة تحفة تحفة، احلى من كنور بكتير بكتير بكتير. ده الواحد منه عامل 11 جنيه ونص. الباكت فيه 12 واحدة. فجبت 2 لان انا آم، بستخدمهم كتير يعني، بحطهم في اكلات كتير. فاللي هو ايه هاتيلي 2. طبعا ايام لما كانت ارخص من كده كنت بجيب ازيد من كده، كنت ممكن اجيب 3 او 4. بس طبعا في الآونة الأخيرة دي الواحد ايه دايما ان هو لازم ان هو يرشد يعني استهلاكه للحاجات. جبت برضو كاتشب اللي مش موجود خالص خالص خالص، المايونيز البواكي. فانا مش عارفه هم شالوه ليه كده. فشيماء قالت لي، شيماء اختي قالت لي ان هو اصلا بقى بيتباع بالكيس. الكيس دلوقتي بقى معدي، بقى ب2 جنيه ونص او ب3 جنيه كمان. فانا لا، انا ممكن بقى اجيب في مره علبه وخليها عندي. بس طبعا الكاتشب موجود منه على طول. فانا بصراحه والاقي في الاونه الاخيره للباكيتات دي البواكي الصغيره دي بتبقى احسن بصراحه. جبت برضو الكريم شانتيه ده. انا كنت هجيب، انا مش عارفه انا كنت هجيبه ولا مش هجيبه، بس ابن اختي رماهولي كده في العجله. فقلت ايه والله اللي انا واخداه. فطبعا الكريم شانتيه ده انا كنت عامله بيه قبل كده في رمضان كنافه
بصراحة تحفة. الماركة دي تحفة 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 بجد. الكريم شانتيه بتاعها كده عامل شبه الايس كريم بتاع ماك، اقسم بالله يعني انا مش بهزر بجد، طعمه شبيه قوي 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 ليه. يعني انا كنت باكل كده اللي هو ايه ده انت لو اتجمدت شوية هتبقى هو. جبته كده، ده كان عامل 9 جنيه ونص. وفي الباكت الكبير بتاعه اللي هو مش عارفة كام جرام، يعني ربع كيلو تقريبا او اقل. كان في رمضان كان عامل 24 جنيه، دلوقتي عامل 33 جنيه. فأكيد في مرة هجيبه بقى وخلاص، بما ان هو الكريم شانتيه ده عجبني. جبت برضو كمان مهلبية من نفس الماركة بتاعت 5 minutes دي. المهلبية دي تحفة، اللي بالفراولة اقسم بالله رهيبة رهيبة. طعمها حلو قوي قوي قوي. الباكت ده بيتعمل على لتر لبن. وبصوا بقى، دوقوا الحلاوة دوقوا الحلاوة. سعرها كام؟ 8 جنيه ونص. فانا اكيد انا الفتره الجايه، اليومين الجايين دول على طول قبل العيد هروح برضو لبابا وكده، وهقضي العيد هناك اول يومين وكده. فاكيد هجيب تاني. من الحاجات برضو اللي انا جبتها كنت محتاجاها جدا تكون عندي، الجبنه الموتزاريلا دي. الجبنه الموتزاريلا اللي هي الطبيعي، الكيلو منها ب112، ودول ربع كيلو عاملين 28 جنيه. فانا قلت ايه، خليهم كده عندي لحين ان انا استخدمهم. وهبقى اجيب ان شاء الله تاني يعني عليهم. من الحاجات بقى اللي انا خدتها من عند بابا، خدت من عنده الملوخيه الناشفه دي. بصراحه الملوخيه الناشفه اللي ابويا بيجيبها بتبقى حلوه قوي قوي. بصوا نضيفه كده وجميله، والخضار بتاعها حلو. فخدت كده شويه. برضو خدت من عنده شطه. هو انا قلت له انا عايزه شطه، لان الشطه لما جبتها من اخر مره من فتح الله ما كانتش حلوه خالص، وهنا مش حلوه قوي برضو. فبابا جاب لي انا وشيماء يعني شطه. برضو من الحاجات برضو اللي عملتها هناك عند بابا، ده البقسماط اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، اللي هو التوست اللي هو الشعبي ده. وطحنته، فانا كنت هاخده واطحنه هنا. فانا قلت على ايه يا بت، ما تطحنيه هناك وخلصي نفسك. فعلا وقفت في المطبخ وطحنته. عملته كده وحطيت بقى البهارات عليه، توم البودرة والبصل البودرة، وحطيت ملح وحطيت شطة وحطيت فلفل اسود، تبلته يعني. في برضو هنا شوية كده كحك كده اللي هو الشبابيك ده. هنا عندي كام واحد كده. فهطحنه ده كمان وهحطه على ده. ان شاء الله نعمل بقى ايه بده فيديو جاي باذن الله. بس كده يا بنات، ده كده كان الفيديو. طبعا وحشتوني والتصوير وحشني، بس للامانه الواحد مش عارفه ليه مكسل كده ناحيه القناه. فان شاء الله الواحد كده يرجع يرجع ايه، يرجع اقوى من الاول ان شاء الله. بس كده يا بنات، اشوفكم بقى ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.